معانا لقاء برضو تاني مع الدكتور طارق احد مصابي الثوره في داخل المحكمه من امام القفص الذي كان يطبع به اسد الوطن العربي الرئيس محمد حسني مبارك. وانا عايز اقول حاجه برضو يا جماعه، يمكن يا ريت الكاميرا تتابع معايا هنا. الدكتور طارق عجاج احد مصابي الثوره، ويمكن الناس كان في مطالبات مني التصوير اللي فات والحلقه اللي فاتت ان احنا ندع العنان للدكتور طارق كي يتحدث ماذا حدث معه في ميدان التحرير وبعد اصابته، فهو لا يتهم الرئيس مبارك بشيء وهو احد مصابي الثوره. وشايف الدكتور طارق ماسك كتاب مبارك ولا ردوش. على فكره هذا الكتاب شرفت بكتابته في عام 2007 في وجود سياده الرئيس، والرئيس اللي كان كتب المقدمه بخط ايديه. وتلاحظ ايضا وجود جرائد مكتوب بترويستها براءه الرئيس مبارك. دكتور طارق، سندع لك الكاميرا كي تتحدث امام العالم وامام المجتمع وانت احد مصابي الثوره. ماذا فعل معك مبارك؟ الحقيقه احنا لما نزلنا لثوره يناير كنا متواجدين في اول يوم الثوره، كان معانا في ميدان التحرير، كان معانا مثقفين، كان معانا علماء، كان معانا مهندسين، كان معانا ناس مثقفه. طرحنا عده طروحات على الرئاسه كانت تتكون من 6 طلبات وعرضناها على رئاسه الجمهوريه، واتصدر انا شخصيا بالدكتور زكريا عزمي. الدكتور زكريا عزمي قال لي انا ما عنديش القرار لكن هنعرضه على السيد الرئيس. بعديها فوجئت باتصال من السيد علاء مبارك، اتصل بيا الاستاذ علاء مبارك وقال لي ان الرئيس موافق على جميع طلباتكم، ولكن هو بيحط طلب كبير لينا لشباب الثوره ان يتم اختيار رئيس الوزراء من ميدان التحرير وايضا الوزراء. وعندما علم الاخوان المسلمين ان احنا في طريقنا لحل الازمه، بادر محمد البتاجي وكون مجموعه اطلق عليها في هذا اليوم موقعة الجمل، ولكن هي للاسف انا بسميها موقعة الاخوان. هددونا في اليوم ده وحرقوا لي سيارتي وقاموا باحتراق بعض الشقق لشباب الثوره، لكن كل ده ما اثرش معانا وما سيبناش الميدان. حتى انا كنت بنزف دم، رفضت ان انا اعمل عمليه جراحيه، تمام؟ ولكن للاسف موقعة الجمل كانت بتأييد ومباركه من الاخوان المسلمين. اذا انت تشير باصابع الاتهام الى الاخوان المسلمين والى محمد مرسي. ده بالتاكيد طبعا. في اليوم الثاني عندما فشلت موقعة الجمل، يمكن الاعلام المصري كله يعلم ذلك ان محمد البساكي هدد بان هو نازل ميدان التحرير على راس 5000 مقاتل. مصر كلها تعرف. انا بسأل 5000 مقاتل اللي كنت هتنزلهم ميدان التحرير، انت كنت منزلهم لمين؟ هيقتلوا مين في ميدان التحرير؟ فده سؤال موجه للاخوان المسلمين. النهارده عشان نيجي نتكلم عن الرئيس محمد حسني مبارك، انا اتوقع ان الشعب المصري كله لا ينسى رمز اكتوبر. لن ننسى محمد حسني مبارك صاحب اطلع واكبر طلعه جويه على مستوى التاريخ، رمز القوات المسلحه، ورمز القوات المسلحه واللي اشاد بيها الاسرائيليين نفسهم واللي اشاد بيها امريكا. النهارده رمز مصر هنا القفص. انا طلبت من الشعب، طلبت من المجلس العسكري، خرجنا هنرجع وهنكمل واحنا شفنا محمد مرسي باطل. يلا يا جماعه بقى خلاص، ده كبير كفهم هيوحشونا على دلوقتي. طبعا احنا كلنا بنضحك رجالنا الرئيس مبارك يقولون محمد مرسي ويردد انصار محمد مرسي باطل، وهي شيء على سبيل الدعابه. الشيء لا مش دعابه، ده شيء معتمد على الكلام داخليا مقتنعين انه فشل. هم مقتنعين النهارده
محمد مرسي قريبا جدا وقبل 30 يونيو كمان. نرجع لموضوع الحركه في ميدان التحرير، ايه اللي حصل؟ احنا عام 2028 لما قالوا الاخوان ان احنا اخترنا الحل السلمي مع الرئاسه بدأوا يضربونا من على الامنيه بطلقات الخرطوش والرصاص والمطاطي. انا من ضمن الناس اللي اتصابوا، جات لي 3 طلقات في عيني. تمام؟ كان بوجود اللواء ممدوح شهيد في ميدان التحرير، وقلنا له وحذرناه ان الناس اللي فوق دول مش مصريين، فتم توجيه عدد دبابتين من فوق كوبري اكتوبر لناس تحت الكوبري. هل اثبتت تلك الاقوال؟ طبعا في المحكمه مش اثبتت، ده انا جايب النهارده ملف كامل يفيد من هم قتل الثوار الحقيقيين، قتلت مصر وقتلت الثوار الحقيقيين. انا النهارده جاي بقول ان محمد مرسي وجماعته الارهابيه هم اللي قتلوا شباب مصر. طيب احنا هنكمل التصوير خارج قاعه المحكمه لان الاضاءه تطفئ الان للسيطره على الاحداث الشغب التي يقوم بها الاخوان المسلمين ومحامي الاخوان المسلمين ومدعي الحق المدني البلد. مش هنكمل لقاءنا مع الدكتور طارق عجاج احد مصابي الثوره والذي يتهم الاخوان ومحمد مرسي مباشره باصابته، وهذا دليل براءه للرئيس حسني مبارك. نستكمل خارج القاعه.